السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الرومي. هنتكلم النهاردة عن الرومي. هكلمكم في الفيديو ده عن البرنامج الوقائي للرومي. احميه من الأمراض وخليه دايما في أمان. اهتمي بالرومي عشان تكسبي منه. تربية الرومي تربية جميلة جدا. لكن على الرغم من كده هو بيحتاج منك لبرنامج وقائي كده عشان تحميه من الأمراض اللي بتأثر على إنتاجه. وطبعا الأمراض دي ممكن تقضي عليه. هقولك في الفيديو ده على التحصينات المهمة، التحصينات الضرورية للفراخ الرومي عشان لمكافحة الأمراض الرومي بتكون معدية. يعني لو اتصاب عندك رومي بيعدي الباقي. عشان كده هقولك في الفيديو ده على تحصين شامل. التحصين ده هيقوي مناعة الرومي عندك من الأمراض، ضد الأمراض المنتشرة. لما هتعملي له برنامج وقائي هتقوي المناعة عنده، فبالتالي صحته هتبقى كويسة. هتقللي المخاطر اللي بتحصل من العدوى للرومي. اول حاجة هنحصن الفراخ الرومي بتاعتنا ضد مرض النيوكاسل. مرض النيوكاسل ده مرض فيروسي خطير جدا، بيصيب الفراخ في اي عمر، وخاصة الفراخ الرومي. مرض النيوكاسل ده بيتميز بأعراض تنفسية، بتكون عبارة عن رشح، عطس خفيف كده، بتؤدي لالتهاب رئوي حاد، وفي بعض الأحيان بتقضي على كل الرومي اللي موجود عندك. فلازم تاخدي بالك من المرض ده قوي عشان تقللي من خطر الإصابة بالمرض ده. هتحصني الفراخ الرومي بتاعتك، هتتعاملي مع بيطري، هتديه لقاح كده، هتتعاملي مع البيطري. اللقاحات دي كلها موجودة في الصيدلية البيطرية. في الأيام الأولى من حياة الروم، يعني من عمر يوم ل3 أيام، هتديه اللقاح ده، لقاح أو حاجة ضد مرض النيوكاسل. دي بتكون عبارة عن نقط في العين. بعد كده اما الروم بتاعك يوصل لعمر 21 يوم هتحصنيه برضو بلقاح نيوكاسل عطرة لسونة. في عمر 6 أسابيع بنديله برضو لقاح النيوكاسل الحي اللي بيكون مستضعف من العطرة كوماروف. بنكرر التحصين ده لعمر 14 أسبوع. بعد كده بنديهوله مرة عند عمر 24 أسبوع. ويبقى كده حصلنا الرومي بتاعنا ضد مرض النيوكاسل. في تحصين تاني للرومي بيكون ضد مرض انفلونزا الطيور. طبعا كلنا عارفين ان انفلونزا الطيور مرض فيروسي، بعبارة عن فيروس كده في الجو، بيتنقل كده بسرعة بين الطيور. الاعراض بتاعته بتبقى انتفاخ الوش بتاع الرومي. الرومي بتحس انه مش قادر يقف كده وبيتطوح كده. وبيكون عنده رشح في انفه، خمول، مش قادر يتحرك. نسبة النفوق بتكون عالية جدا. عشان كده لازم تحمي الفراخ الرومي بتاعتك من المرض ده. بتديله لقاح انفلونزا الطيور اما يبتدي من يوم السابع من عمره. بعد كده بتديله جرعة منشطة بعد 35 يوم. بتكرري التحصين للرومي كل 6 شهور. لقاح انفلونزا الطيور برضو بنديه للرومي بنفس المواعيد دي. ولكن الجرعات بتتكرر كل 6 شهور لضمان الوقاية المستمرة للرومي. هنحصن الرومي برضو ضد مرض جدري الطيور. طبعا كلنا عارفين ان جدر الطيور ده برضو مرض فيروسي. بيظهر كده عند حوالين العين بتاعة الرومي، بتلاقيها حوالين عينه كده قشر كده. برضو بيكون شكله مش كويس كده. المرض ده بيتسبب في أعراض تنفسية، ممكن يؤدي لتدهور صحة الطيور عندك. عشان تتفادى الإصابة بالمرض ده بتديله لقاح جدر الطيور لما بيوصل لعمر شهر ونص لشهرين. تحضير اللقاح ده بيكون باستخدام محلول ملحي بتركيز معين هيقولك عليه البيطري، وبتحطيله الرومي. بعد كده هنحصن الرومي بتاعنا برضو ضد مرض كوليرا الطيور.
الكوليرا بتاعت الطيور ده مرض بكتيري، بتلاقي بتسبب كده في موت الطيور بشكل مفاجئ، خاصة ما بيكون أعمارهم أكبر من 10 أسابيع. الأعراض بتاعته إسهال كده أصفر أو أخضر، برضو أعراضه تورم كده في الزوايد اللحمية اللي بتبقى على وش الرومي، ورشح برضو في الأنف بتاع الرومي. للحماية من المرض ده هنديله برضو اللقاح بتاع كوليرا الطيور بجرعة بتبقى تحت الجلد كده نص سنتي. لما بيوصلوا العمر ل6 ل8 أسابيع بنعيد التحصين ده برضو بجرعة منشطة من عمر 12 ل16 أسبوع، وبنكرر الجرعة كل 6 شهور. برضو في تحصين للرومي ضد مرض السالمونيلا، مرض بكتيري كده بيسبب إسهال للرومي بتاعتك، بيسبب برضو عندهم فقدان للشهية، مش عندهم إقبال على الأكل. بيكون برضو من أخطر الأمراض اللي بتأثر على صحة الطيور بتاعتك، وخاصة إذا كانوا صغيرين في العمر. ممكن انتقال العدوى ده بيتم من الأم للبيض اللي هي بيضاء، ومن خلال عملية التفريخ يطلع عندك رومي أصلا مريض أو عنده سالمونيلا. عشان تحمي الفراخ الرومي بتاعتك من المرض ده بتديهم لقاح السالمونيلا لما بيوصلوا عمر شهر لشهرين. الجرعة برضو بتبقى نص سنتي تحت الجلد. بنديله جرعة منشطة بعد 21 يوم، ونكررها كل 6 شهور. برضو آخر تحصين للرومي معانا اللي هو التحصين ضد الكوليستوريديا. دي بكتيريا بتسبب اسهال شديد. الاسهال ده بيكون مدمم، يعني بتحس ان الاسهال بتاع الطيور كده فيه دم. عشان الحماية من المرض ده بتديله برضو لقاح الالتهاب المعوي. بنحصن الدجاج او الفراخ الرومي بتاعتنا عن عمر اسبوعين. الجرعة بتبقى برضو نص سنتي تحت الجلد. بنديهم جرعة تانية بعد شهر. بنعيد التحصين برضو بجرعة منشطة، ده بيكون قبل موسم البيض على طول. التحصينات دي بتعتبر جزء أساسي ده من رعايتك للرومي. لازم تاخدي بالك من الرومي كويس قوي. التحصينات دي بتساهم بشكل كبير ان هي بتقي الرومي بتاعتك من الأمراض الفيروسية، بتقي الرومي بتاعتك من الأمراض البكتيرية اللي بتأثر على صحة الرومي بتاعتك. ده برنامج وقائي شامل بيتضمن كل التحصينات بتاعة الرومي ضد مرض النيوكاسل، انفلونزا الطيور، جدر الطيور، كوليرا الطيور، السالمونيلا، الكوليستيريديا. لو عملت كده هتلاقي الرومي معاكي بينتج انتاج جميل جدا. الرومي اللي قدامنا ده رومي بلدي. طبعا كلنا عارفين ان في رومي برونزي، وفي الرومي اللي هو بيكون مهجن بنعام ده اللي بتربيه على علف صافي. الرومي ده بيوصل معاكي مثلا من 25 كيلو لعمر 40 كيلو، بيجيب وزن حلو قوي. لكن طبعا في الطعم بتاعه ما بيكونش شكل الرومي البلدي ابدا. الرومي البلدي تربيته جميلة، مربح جدا. بيكون له موسم في البياعة برضو. موسم البياعة بتاعه بيكون ايام العيد، ايام رمضان، لان دي بتكون ايام العزومات. في ايام العيد برضو لان بتكون الافراح كتير في الفترة دي. ففي ناس بيكون عندها موضوع الرومي ده شيء اساسي في الحاجات اللي بتروح للعروسة. تربية الرومي مربحة جميلة جدا. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، كان عن تحصينات الرومي. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم ورضاكم. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناة، ولو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.